مساء الخير وحلقة جديدة معانا في القناة. امبارح وأول امبارح اتكلمنا عن موضوع مهم جدا في ملف صفقات نادي الزمالك، وتقدر تخش تشوف الحلقة. وقبل ما نبدأ الحلقة دلوقتي عايزك تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو مش هيضايقك. بص يا غالي غاليين عليا، احنا امبارح اتكلمنا عن صفقة نادي الزمالك الجاية، وقلنا صفقة من الصفقات اللي هتفرق مع نادي الزمالك ان شاء الله في الفترة الجاية. كون راجل زملكاوي فيهمني يعني الراجل اللعب اللي جاي معايا بقى تبقى كواليتي محترمة وتبقى كواليتي كويسة. طيب، نادي الزمالك عرف ان محمد حمدي ماشي من نادي الزمالك خلاص، محد مش هيجدد، وفتوح الراجل مش هيبقى في باك الشمال، فمفيش غير بنتايج باك شمال. فإدارة الزمالك ولجنة التخطيط فكرت وقالت احنا عايزين باك شمال مع بنتايج، وفتوح هيبقى في نص الملعب. تمام، والكلام كان على الحاضرين في لجنة التخطيط. ففي وكلاء رشحت لعيبة، وكان في 2 لعيبة مرشحين، يعني أهمهم، يعني بغض النظر عن اللي موجود من فرقة، يعني الموجود في الدوري المصري كلهم يعني جودة مش أحسن حاجة. فأحسنهم موجودين في الدوري المصري يحيى عطية الله، تمام، و علي معلول. علي معلول برضك اتعرض على نادي الزمالك. طيب، الراجل اتعرض على نادي الزمالك في صفقة كويسة جدا نادي الزمالك، وكان يعني كان جاله الأوفر المحطوط من الوكيل، كان عرضه كويس يعني. فأعتقد إن هو معدي 36 مليون أعتقد في الموسم. إن الراجل لسه، يعني الراجل لسه عنده 33 سنة، فمش هيحتاج دلوقتي أكيد علي معلول يعني لو أنا برشح فهو يلعب له موسمين 3 كمان. زي ما احنا شايفين إن أعمار اللعيبة بتبقى أعلى من كده طبعا، وبيكمل زي أحمد جعفر اللي عنده 42 سنة امبارح ما يعتزل في دايموند. فزي ما قلنا، فعلي معلول اتعرض على نادي الزمالك وحياة الله، اتعرض على نادي الزمالك لأن حياة الله مش هيفعل ال العقد بتاعه مع النادي الأهلي في الفترة الجاية، ومعلول خلاص آخره شهر 6 الجاي، مش على كأس العالم مع النادي الأهلي كمان. ولو ممكن هيبقى تتويجا له إلعاب كأس عالم. طيب، في فترات القيد بتبقى مفتوحة من شهر 6 تقريبا لحد 9، لحد شهر 9، وبتبقى فترات كبيرة. وده يخلي نادي الزمالك بدل ما هو بيزنق نفسه في آخر 10 أيام عشان يجيب صفقات، لا دي تخليك تجيب صفقات أعلى في الفترة دي. ونادي الزمالك قدر إن هو يجيب علي معلول لما الأزمة المالية تتحل، وكان ممكن الأزمة المالية دي تتمحي تماما لو كان نادي الزمالك توج بالكونفدرالية. على الأقل اوصل النهائي، وحتى لو انت كسبتهاش فانت هيجيلك 1.5 مليون دولار مركز تاني. لكن انت طبعا محيد الكلام ده كله، وركزت لي فقط على انك تخرج من البطولة، وانت هتقابل في كاس مصر بيراميدز. بيراميدز اخر مواجهة بين وبين الزمالك 3-0 بيراميدز، من المواجهات القليلة ان نادي الزمالك بيخسر من بيراميدز زي دي، ودي اكبر مباراة بينهم هما الاتنين. فتتوقع معايا ان علي معلول هيبقى قادر ان هو يدي نادي الزمالك زي بنتاج مثلا، ولا لا؟ اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.